السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج شوكه وسكينه. ان شاء الله يتجدد معاكم اللقاء ونكون معاكم ونقدم لكم حلقه جديده مميزه. النهارده هنقدم لكم شاورما، فتة شاورما الفراخ، وهنقدم لكم سلطه كول سلو، والحلو طاجن رز معمر كده في الفرن. ان شاء الله الحلقه تنول اعجابكم وتضاقوا باذن الله. هنبدا معاكم اول حاجه بفتة شاورما عشان بس هي هتاخد وقت معانا. معانا صدور فراخ مغسوله كويس ومتقطعه شرايح، ومعانا بصل، ومعانا بقى التوابل، معانا ملح وفلفل وحبهان وزعتر وبابريكا. اوكي، هنبدا كده نجيب بوله ونتبل فيها الفراخ، وعندنا خل، اوكي، وعندنا زيت كمان. اول حاجه هنجيب الخل، تقريبا ربع كوبايه من الخل، وهنحط زيها تقريبا ربع كوبايه من الزيت، وهنبدا نحط البهارات. هنحط توم باودر، اوكي، وهنحط رشه زنجبيل بتديها طعم حلو قوي، وهنحط ده حبهان رشه برضو بسيطه كده. انا عامله التتبيله على ايديا، مش التتبيله جاهزه، اللي مش متوفر عنده ممكن يجيب تتبيله جاهزه ويعملها. دي رشه زعتر. هنحط ملح، فلفل اسود، سوري، وهنحط ملح تقريبا كده نص كوبايه، نص معلقه من الملح صغيره. هنحط بابريكا. البابريكا بتديها لون حلو قوي وطعم كمان حلو قوي. بس كده هنبدأ نقلب كل المكونات كده مع بعضينا عشان نحط فيها الفراخ. احنا ممكن نعمل التتبيله ديت ونحط فيها الفراخ من الصبح، يعني من اول كده ما نصحى من النوم نبدأ نحط كده الفراخ في الخلطه ديت، ونسيبها بقى لحد ما نيجي نعمل الغدا عشان يكون طعمها احلى كتير ومميز. بس انا طبعا عشان ما فيش وقت وكده فخلاص انا مضطره ان انا اعمل دلوقتي عشان على الهوا وكده. اوكي، وهنسيبها شويه كده في التتبيله ديت على قد ما نقدر نسيبها. وهحط الطاسه على النار تبدا كده تسخن، عشان انا عايزه الطاسه تكون سخنه جدا عشان الفراخ ما تنزلش ميتها مره واحده. انا عايزاها تبقى الطاسه سخنه قوي على قد ما تقدروا يعني. اوكي، هكون انا مجهزه معايا اهو بصل مقطعاه شرايح، ومعايا فلفل الوان، اوكي، مجهزاهم. عايزه اقول لكم الرز كمان بعمل الرز البسمتي او رز مصري زي ما انتوا تحبوا. انا بس عاملاه جاهز عشان وقت الحلقه. عشان نعمل الرز بنجيب كوبايه رز ننقعها في ميه قبليها بربع ساعه قبل ما نعمل الاكله، وبعدين بنجيب حله على النار بنحط فيها زبده وزيت، وننزل عليها الرز ونديله تشويحه كده بسيطه، وبعدين بنحط عليه الميه او بنحط عليه الشوربه حسب المتاح عندنا. كل كوبايه رز بسمتي بتاخد كوبايتين ميه. لو مش متاح الرز البسمتي ممكن نحط رز مصري. الرز المصري بياخد تقريبا من كوبايه لكوبايه وربع ميه. هبدأ كده اختبر كده الطاسة اشوف بدأت تسخن ولا ايه الاخبار. بدأت تسخن اهي. هبدأ احط الفراخ. انا بقى مش هحط مادة دهنية تاني ولا اي حاجة، خلاص هو اصلا انا حاطة الزيت وحاطة كل حاجة، فانا مش محتاجة مادة دهنية تانية. وهبدأ اخليها تتشوح.
الفته ديت حلوه قوي، وليه انا حاطه عليها فلفل بقى وبصل وحاجات كده. بص عشان اكتر الكميه شويه فانا حاطه بصراحه الفلفل يعني الوجبه دي من نص كيلو فراخ انا ممكن اكل 4 افراد، فهتبقى حلوه قوي. عايزه اقول لكم الريحه مش عايزه اقول لكم عامله ازاي، جميله جدا. عايزه اقول لكم كمان حاجه كمان بنعملها للفته، العيش المحمص. العيش ده بنجيب اي عيش شامي بقى او عيش لبناني بنقصه كده بالمقص، وعندنا حاجتين، يا اما نجيب صاج ونحط عليه رشه زيت ونحط عليه العيش، يا اما ونحط كده رشه زيت زيتون ونحط كمان معاه رشه بابريكا وندخله الفرن لحد ما يتحمص وياخد لون. يا اما حاجه تانية ان انا بجيب زيت وبحط العيش في قلب الزيت وبقليه كده في قلب الزيت وبطلعه وبحطه على مناش في المطبخ اللي هو الكلينكس بتاع المطبخ ده، بيشرب منه الزيت وبيبقى زي الفل. فاي طريقه مناسبه ليكم اعملوها زي ما تحبوا. نبدا اهو. ودلوقتي احنا بنعمل الفراخ لسه بتاخد لون. عايزه اقول لكم اكله سريعه وسهله ومغذيه جدا. كمان خطوه كمان لفتة الشاورما. وعايزه اقول لكم ان احنا بنعمل كمان صوص حلو قوي لفتة الشاورما، عباره عن مايونيز وعن طحينه وعن زبادي وعصير ليمون، وبنحط فيها توم. بصراحه يعني نسيت توم، فده توم بودر هيمشي الموضوع يعني. هنحط كده الشاورما بس ننقلها هنا عشان النار هنا اقوى شويه، وهبدا اجهز لكم الصوص اللي احنا هنحطه على وش الفته في الاخر لما نخلص. المايونيز عايزه اقول لكم جربوا الصوص ده حلو قوي. بصوا بقى، هو لا توميه ولا هو طحينه ولا هو اي حاجه، ده اختراع حلو قوي. لما هتجربوه هتعرفوا انا بتكلم على ايه. هنحط كده معلقه طحينه. طبعا لو هنزود الكميه نزود المقدار من كل الحاجات يعني. هنحط كده رشه توم بسيطه ونحط ملح. الشاورما بدأت تستوي، نحط رشة ملح. كده سنة عصير ليمون. ونقلبها وهنخلي الصوص ده كده على جنب لحد لما نخلص بقية حاجاتنا. ان احنا كده خلاص بنعمل في الشاورما الفراخ، وجهزنا الرز كمان، وجهزنا العيش المحمص، وجهزنا الصوص اللي هنحطه على الشاورما من على الوش. اعتقد يعني الوصفه مش واخده معانا وقت طويل ولا اي حاجه يعني. وهنزود القيمه الغذائيه بقى بتاعتنا لما نضيف الخضار ليها. نبدا كده نحط البصل، نقطعينه كده جوليان. نحط البصل كده اول حاجه عشان ياخدوا الطعم من بعض، وكمان البصل ما يبقاش طعمه باين قوي في بقنا، فاحنا محتاجين ان هو يستوي شويه مع الفراخ. كمان هنعمل نقطع طماطمايه كده نحطها في الاخر، بتدي طعم حلو قوي الطماطم مع الشاورما. خلينا نقطع دي احسن. بس يا جماعه بحب اشيل اللي هو البذر اللي جوه ده
انا مش عايزه الميه بتاعتها دي خالص. هقطعها كده برضو. كل التقطيعات كلها تكون شبه بعضها، يعني لو احنا بنقطع الحاجه بالطول في خضار او اي حاجه، يا ريت كل التقطيعات تكون شبه بعضها، ما يبقاش كل حاجه ده مربع وده طويل وده مستطيل، لا يا ريت كل الحاجات كلها تكون شبه بعضها في التقطيع. بس احنا عملنا هي طماطمايه، لو عايزين نزود ممكن نزود، بس انا شايفه على كميه الفراخ دي هي حلوه قوي طماطمايه. واحنا بنقلب البصل اهوت مع الفراخ. احنا كمان عاملين النهارده حاجه حلوه برضو كل الناس بتحبها قوي، سلطه الكول سلو اللي هو كلنا مبهورين بيها في كل المطاعم وكل الاماكن، اي مكان بنروحه السلطه رقم واحد يعني اللي هي سلطه الكول سلو. هنعملها لكم برضو هتكون حلوه قوي، وان شاء الله بطريقه بسيطه جدا هتنال رضاكم باذن الله. عايزه اقول لكم كمان بحط كده رشه بقدونس صغيره على الشاورما برضو في الاخر، بس بتديها برضو نكهه حلوه قوي. نقطعها برضو كده صغير. البقدونس حلو قوي يا جماعه كمان في التخسيس، بتحسوا كده ان هو بيسحب الميه من الجسم، يعني اللي عنده ميه زياده في جسمه او حاجه او عايز يخس او حاجه، البقدونس حلو جدا. هو النار بقت بطيئه شويه فمش مساعداني ان الاكله تخلص بسرعه. فممكن كده هنبدا نحط كده الفلفل الالوان، نحط كده كميه. وبنقلب الشاورما بعد ما ضفنا ليها الفلفل الالوان. بصوا مش بنسيب الفلفل كتير على النار، انا مش محتاجاه ياخد غير تشويحه بسيطه جدا. وبعدين هبدا اضيف الطماطم وهروح مقلبه بس تقليبه بسيطه جدا، مش محتاجه اكتر من كده. يبقى كده عندنا الشاورما استوت، وعندنا الرز احنا عملناه خلاص جاهز، وجهزنا خلاص العيش المحمص، وجهزنا كمان خلاص الصوص اللي احنا هنحطه على فتة الشاورما من على الوش. بس خلاص احنا كده تمام. بصوا حلوه ازاي والالوان بتاعتها عامله ازاي، تحفه يا جماعه، مش عايزه اقول لكم لازم تجربوها بجد. بس حطينا رشه البقدونس من على الوش، وهبدا ارفع الشاورما خلاص من على النار. هي كده خلاص بقت معايا جاهزه، وانا مش محتاجه منها اكتر من كده ان شاء الله بالهنا. عايزه بقى كمان دلوقتي هنركن بس كده ونجهز الطبق بعدين. عايزه نعمل دلوقتي سلطه الكول سلو. ماشي، ده المايونيز. ثانيه واحده هجهز المايونيز، هي عباره عن كرنب متقطع شرايح وجزر ومايونيز وعسل، بس ما فيش فيها. بصوا سهله جدا ازاي، ما فيهاش افتكاسات ولا حاجات كتير جدا. هنجيب بس طبق وانا بحط عليها طبعا الملح، طبعا ده اساسي فيها، وانا بديها رشه خل بسيطه كده عشان خاطر يدبل لي بس الخضار كله مع بعضه. اللي مش عايز يحط خلاص مش مشكله. انا بجيب اهو الكرنب مقطعاه شرايح رفيعه كفايه كده، وهجيب الجزر يبقى نص كميه الكرنب،
كل لما بنكتر الجزر فيها عايزه اقول لكم بيديها طعم حلو قوي. الجزر كده تحسوا كانه فيه سكر، فبيخلي طعمها بصراحه تحفه، حلو قوي. هي بس هي سهله ما فيهاش اي حاجه. وهنا كده المايونيز اهوت، وهنحط عليها العسل. ثلاث معالق مايونيز وعليهم 3 معالق عسل. هنحط الملح، ملح مش كتير عشان هي سويتي اكتر. وهديها انا شويه خل، معلقتين خل كده. وهنقلب الخليط ده كله كده مع بعضه. مش عايزه اقول لكم دي بتبقى حلوه ازاي، وسهله وسريعه ما فيهاش اي حاجه خالص. بس هنجيب الصوص وهنحطه كده على الوش. بصوا ممكن نضيف عليها اضافه تانية، ممكن نحط عليها شويه لبن. وانا اوقات ممكن بحط عليها كريمه طهي بصراحه، بيخليها برضو حلوه قوي وغنيه اكتر. بس وبنقلب كل الخليط كده مع بعضه. طبعا لو محتاجه ازود مايونيز تاني بحط، انا شايفه ان هي محتاجه مايونيز بصراحه تاني. ممكن اديها شويه مايونيز كمان. كل ما المايونيز بيكون فيها كتير بتبقى طعمها احلى كتير. الحلو النهارده كمان عملت لكم حلو برضو كده جميل، طبق طاجن رز معمر في الفرن بطريقه كده بلدي بتاع جداتنا كده بتاعت زمان. هي تعمل لنا كده طاجن رز معمر كده في قلب الفرن، بيبقى عايزه اقول لكم تحفه. مش عايزه اقول لكم ازاي. كده سلطه الكول سلو خلاص جاهزه. هبدا انا احطها وبعدين هقدم لكم بعد كده الطاجن رز معمر واكلمكم عنه. السلطه بتاعتنا خلاص بقت جاهزه، ما خدتش وقت ولا اي حاجه، وسهله وسريعه وكلنا بنحبها كبار وصغيرين. بس وكده خلاص بقت جاهزه سلطه الكول سلو. نبدا نحطها عشان التقديم. اقدم لكم بقى كمان الطاجن رز المعمر اللي عاملينه النهارده. ده برام رز معمر. هو عباره عن ايه؟ نجيب كوبايه رز وبنحط عليها كوبايتين لبن وكوبايه ميه ونص كوبايه سكر. طبعا لو احنا هنعمل طاجن اكبر يبقى بنكبر المقادير، بنزود المقادير اكتر، وبنحط عليهم وبنحط معاهم ربع كوبايه سمنه ماشي، ومعلقه قشطه كده من على الوش، وبندخلهم الفرن وبنسيبه يستوي لوحده في قلب الفرن، بيطلع بالشكل ده وبالجمال ده. جربوها يعجبكم قوي ان شاء الله باذن الله. يبقى كده قدمنا لكم السلطه الكول سلو وقدمنا لكم الطاجن الرز المعمر، ودلوقتي هنبدا نغرف اللي هو الطبق الرئيسي بتاعنا اللي هو فتة الشاورما. ننضف بس مكاننا كده. اول حاجة عشان نحطها هنبدأ نحط كده الرز الاول تحت. انا مش عايزة العيش يبقى ينشف او حاجة، يعني عايزاه يبقى ناشف كده مش طري.
عايزه اقول لكم الفته دي حلوه جدا. نبدا بقى نحط العيش كده على جوانب الطبق وفي النص. بص العيش المحمص ده طعمه تحفه يا جماعه، لو عملتوه في الفرن يبقى كده صحي. لو ما عندكوش وقت او حاجه خلاص احنا ممكن بنعمله بنقليه في الزيت وبنشفه، مش هيبقى فيه اي حاجه خالص. بعد كده حطينا خلاص الرز وحطينا العيش، هنبدا ننزل دلوقتي الشاورما. خلاص الشاورما دي كمان ممكن على فكره نعملها سندوتشات كمان، هتبقى حلوه قوي. لو في حلقه كده ان شاء الله باذن الله نعمل لكم بقى حلقه كلها كده ايه، سندوتشات بقى، برجر، شاورما لحمه، شاورما فراخ، وان شاء الله الحلقه في حلقات جايه باذن الله ان شاء الله مع بعض. كل بقى دوت هياخد من طعم بعضه لما نيجي ناكل الاكله دي. بصوا الشكل، بصوا الوجبه دي هتكفي كام؟ هتكفي 4 أشخاص، استحالة هتكفي يعني شخص ولا حاجة، يعني دي مش أقل من 4 أشخاص. هنروح احنا جايبين الصوص منزلينه كده على الجنب، وممكن نخلي منه كده في بولة كده في الجنب معانا، نحطه على جنب بحيث اللي عايز بقى يحط زيادة أو حاجة يحط. طبعا الصوص وكده بيتقدم وقت الاكل. بس قدمناه كده، بصوا بقت شكله عامل ازاي، حلو قوي. وهنطلع لكم فاصل ونرجع تاني، استنونا متروحوش في اي حته. ورجعنا لكم من الفاصل، والنهارده قدمنا لكم طاجن الرز المعمر المعمول في الفرن. لازم تجربوها هيعجبكم قوي. وعملنا لكم سلطه كول سلو اللي كلنا مبهورين بيها وبنحبها جدا، وعملنا لكم فتة شاورما بطريقه جديده، يا ريت تجربوها. واستنونا في حلقه جديده من شوكه وسكينه، ونشوفكم قريب ان شاء الله. باي باي.